صباح الخير، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ هنعمل الفراخ المحشيه بالشكل دون. معانا الفراخ بلدي. الفرخه في حدود كيلو و300 جرام. بصوا احنا حشيناها بالرز زي الحمام، مستويه قوي. هنعمل الفرختين، واحده مسلوقه الاول وبعدين نحمرها في الفرن. شايفين الرز بتاعها مفلفل قوي، واللحم بتاعها والنسيج بتاعها مستويه قوي زي ما احنا شايفينها كده. والفرخه التانيه دي اللي احنا سلقناها وحمرناها في الفرن. الفرخه التانيه دي اللي هي عملناها في الفرن على طول، ما سلقناهاش، حطيناها في الفرن واستوت، والرز بتاعها استوى في الفرن، وحطينا معاها الخضار، حطيناها في الكيس الحراري. بصوا اللحم بتاعها والنسيج بتاعها والرز بتاعها مفلفل قوي وحلوة جدا. هنبدأ دلوقتي مع بعض على طول بالطريقة. معانا فرختين بلدي، هنحطهم في المحلول الملح زي ما احنا شايفين كده. اتغسلوا كويس جدا واتنقعوا شوية بالملح، وحطينا معاه الورق اللورا وعارفين بقى محلول الملح اللي هو بيتنقع فيه الفراخ عشان يدخل النسيج كده، يخلي اللحمة طرية. وبعدين نشفناها بعد ما اتغسلت كويس. عملنا بصلتين متوسطين بشرناهم، حطينا عليهم الفلفل الاسود والتوابل بقى اللي هو البابريكا، الجنزبيل البودر، الفلفل الاسود، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، ليمون، بهارات. هنبدأ نحطهم في الفراخ، نعمل الفراخ زي مساج كده. احنا طبعا خلينا الجلد بتاع اللحم كده، مش خليناه، اللي هو ورقناه واحنا بنغسلها الفراخ. هندخل كده البصل والخلطة كده بين الجلد وبين اللحم لجوه عشان الخلطة تدي فيها طعم. نعملها مساج كده، ندعكها كده كويس في قلب الجلد ونسيبها، نغطيها ونسيبها حوالي قد ساعتين. هنعمل الخلطة بتاعت الرز بتاع الحشو. معانا معلقتين سمنة بلدي كبار، هنحط عليهم كذا فص كده مستكة، بيدي طعم حلو وريحة حلوة للرز. حطينا بصلاية كبيرة كده في قلب السمنة. بعد ما المستكة طبعا ساحت، هندبل البصلة، وبعدين الكبد غسلناها وقطعناها قطع صغيرة، حطيناها على البصل. هنشوحها مع البصل، هنحط عليها ورق لورا، وهنحط عليها حبهان، هنحط رشة جوز الطيب بسيط قوي، حطينا الفلفل الاسود، وفي الاخر هنحط الملح. حطينا قرفة بودر، وحطينا قرفة عيدان، والملح في الاخر. وبعدين الرز احنا غسلناه ونقعناه شوية زي الحمام بالظبط، صفيناه وحطينا الرز. هنشوحه مع البصل ومع الخلطة كده، وهنسيبه يتشرب كده بسيط، ونوطي عليه قوي حوالي 10 دقايق كده. الرز استوى. استنينا لما يهدى شوية او نفضيه في الطبق علشان يبرد، عشان نعرف ان احنا نحشيه. نشيل القرفة. هنحشي بقى الفراخ، نحشيها كده كويس، وهنجيب بين الجلد وبين اللحم نحط برضو الرز بس بسيط عشان الفرخة ما تبقاش مليانة قوي. وهنحط برضو ندخل الرز لغاية الصدر بتاعها ولغاية الحوصلة بتاعتها. وبعدين نكتف الفراخ كده. لو انت مش عارفة تكتفيها، ممكن ان انت تعمليها بخلة، وممكن ان انت تربطيها بخيط. بصوا بالشكل ده. هنحط المية على النار. لما تبدأ ان هي تكون داخلة على الغليان، هنحط ورق اللورا، وهنحط الحبهان والملح والفلفل الاسود. هنحط الفرخة، هنسيبها حوالي نص ساعة، ساعة الا ربع لما تستوي اللي حشيناها. هنحطها كده في الكيس الحراري، ونحطها في الطبق البايركس او في صينية، نحطها كده. هنحط معاها الخضار، هنحط معاها بصل متقطع، ونحط جزر، ونحط طماطم، الخضار اللي انت عايزاه. طبعا احنا بنتبل الاول الخضار، ونحط حبة فلفل حار. تبلنا كده الخضار، هنحطه في قلب الكيس الحراري. وبعدين في القفل كده بيتحط مع الأكياس، هنقفل بيها الكيس كويس، وهنحطه بعد كده في الفرن سابق التسخين حوالي زي ساعة إلا ربع أو ساعة حسب حجم الفرخة. وهنحط مية سخنة في الصينية. بعمل أول فراغات كده بالسكينة أو بالمقص في الكيس عشان لما يتنفخ ما يفرقعش الكيس. أنا كده بحط مية سخنة في الصينية، هحطها طبعا في فرن قلنا سابق التسخين. كده أنا طلعت الفرخة اللي هي اتسلقت. أنا حمرتها في الفرن، اللي هي على الشمال دي، حمرتها في الفرن
بصوا مستوية ازاي وحلوة قوي. بس والرز بتاعها مستوي. انا هفتحها عشان تشوفوا شكلها من جوه وتشوفوا اللحمة مستوية ازاي بتاعتها. بصوا الدبوسة بتاعتها والورك بتاعها والصدر بتاعها مستوي قوي. مش مشكلة ان انا يعني فتحتها قوي، المهم ان انتوا عشان بس تشوفوها. بصوا الصدر بتاعها مستوي قوي. هنشوف الفرخة التانية دي اللي هي المسلوقة. الفرخة التانية اللي على اليمين دي اللي هي اتحطت في الفرن على طول واستوت في الفرن في الكيس الحراري. بصوا الرز بتاعها مفلفل ازاي، حلوة جدا. انا عن نفسي الحقيقة عجبتني قوي قوي طعمها وريحتها. الفرخة اللي هي في الفرن في الكيس الحراري مستوية قوي وبتعجبني ريحتها وطعمها، وهي دي اللي دايما الحقيقة انا بعملها. بس انا قلت عشان في حد ممكن يحب يبقى محتاج الشوربة او محتاج ان هي تبقى مسلوقة، وده الشكل النهائي بتاعها. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك وشير عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. والى اللقاء في فيديو جديد.